لو هتكتب قايمة يبقى لازم تفهم الكلمتين الجايين دول كويس أوي. القايمة معمولة علشان أنت ما دفعتش مهر، وعلشان أهل العروسة بيشاركوا معاك في الجهاز، تمام؟ فبيكتبوك قايمة بحاجتك وحاجتها. بس في نقطة مهمة أنت مش واخد بالك منها، أنت جبت دهب. حبيبي، الدهب ده مش هدية، الدهب ده مهر. فأنت لما تيجي تكتب قايمة، اكتب قايمة بالحاجة اللي أهل العروسة جابوها بس. قول لهم الدهب ده مهر. أنا جبت ب50,000 جنيه دهب، ب100,000 جنيه دهب، ب20,000 جنيه دهب. مفيش هدية ب50 وب60 وب70 و100,000 جنيه، ده مهر. وتكتبه في قسيمة الجواز إن هو مهر. والقايمة تتكتب بحاجتها، حاجتها ملكها، ضمان لحاجتها اللي هي جابتها، أوكي. لكن حاجتك أنت تتكتب في القايمة ليه؟ ما تكتبش حاجتك في القايمة. لما تروح تخطب واحدة قول لهم كده، قول لهم أنا لو كتبت قايمة هكتب قايمة بحاجتك انتي اللي انتوا جبتوها لي، دي أمانة عندي، دي أمانة، وأنا ملزم إن أنا أردها في حالة الانفصال. لكن حاجتي بتاعتي أكتبها لك ليه؟ والدهب هدية، ولما هو هدية بيتكتب ليه في القايمة؟ لما تكتب قايمة ما تكتبش حاجتك في القايمة، اكتب حاجتها بس، تمام؟ بتكتب قايمة ما تكتبش الدهب في القايمة. الدهب يتكتب في قسيمة الجواز مهر، علشان بعد كده لو حبت تروح ترفع خلع عليك تبقى ترجع لك الدهب اللي هي جابتهوله، اللي هي خدته منك اللي انت جبته لها، مش تاخده منك مرة واتنين وتاخد حاجتك وكمان تقول مش حاجتي وعايزة في قيمة القايمة فلوس. ولما تكتب قايمة مش عيب قوي ان انت تقول لهم وروني الحاجة بفواتيرها واكتبها، ما هو ده دين عليك. سيبك بقى من جملة اللي شاري ما بيدورش، اللي شاري مش عارف ايه، ده ضحك على الدقون. ولما هو اللي شاري، ها، ليه هم كمان ما بتحسبش معاهم نفس المنطق؟ ليه اشمعنى الراجل بس هو اللي يبقى شاري والست لأ؟ لما تيجي تقول لهم القايمة دي كتير، اللي شاري ما بيدورش. طب وانتوا اللي شاري ليه بيكتب زيادة عن اللزوم؟ ليه تبقى انت جايب 20 جرام دهب ويكتب لك 100؟ ليه؟ خاف على نفسك وخاف من بكرة. ما تحطش على رقبتك سكينة بإيديك، خلي بالك الأيام اللي جاية مش كويسة. والقانون بجد هدفه دمار الأسر. القانون بيسهل للستات الطلاق، بيقول لها تعالي اتطلقي وانا اديك كل حاجة.